هل تعلمي سيدتي ان احنا هنا عندنا في مصر براند اسمها هيرمس عامله لنا لاين كامل للشعر ولاين كامل للوش والبشره ولاين كامل للسنسيتيف ارياز، تخليكي ما تحتاجيش تجيبي اي حاجه مستورده او اي حاجه تانية اصلا. وده اللي جوه البوكس الجميل ده، منتجات 99% استخدمتها كلها قبل كده ومنتجات جديده، بس يا جماعه حاجه كواليتي كده جميله، وهتلاقيهم كده واثقين في نفسهم، ما بيعملوش دعايه كتير، لان منتجاتهم حرفيا تحفه. هتلاقوها في الصالونز وهتلاقوها كمان في عيادات التجميل. تعالوا اوريكم. وده انبوكسنج وفي نفس الوقت هفكركم بالحاجه، ولو انت ما تعرفيهاش ففرصه تحفه انك تشوفيها. ده اللاين بتاعهم بتاع الشعر، اسمه هيرمس لافام كونديشنر، شامبو، سيرم. بصوا بقول لكم متكامل حرفيا. وده الهير اويل او الزيت بتاعهم. بصوا يا جماعه الباكجينج، شايفين الباكجينج عامله ازاي؟ الباكجينج خطيره. وده الهير ماسك بتاعهم الخطير، ماسك الشعر بتاعهم خطير. وده الليف ان كونديشنر بتاعهم اللي بالهيلورونيك اسيد. المجموعه دي تستخدميها لو شعرك جاف، لو شعرك متهالك، اي نوع من انواع الشعر يستخدموا المجموعه دي. ما فيهاش كيميكالز ضاره، وفي نفس الوقت بترمم الشعر وبترطب الشعر. ولو انت حتى عامله اي حاجه في شعرك تقدري تستخدميهم. اتكلمت عنهم كتير قبل كده، بس بفكرك بيهم ان هم يعني مجموعه العرايس. يعني انا اي واحده بتقول لي انا عروسه وعايزه اجيب مجموعه شعر، بقول لها هيرمس لافام بدون اي كده تفكير. بالنسبه بقى لللاين بتاع البشره، هو فيه منتجات، بس دي المنتجات الجديده يا جماعه، نزلوا بسان سكرينز او سان بلوكس. والاحلى ان في منهم عبوات صغيره، وفي نفس الوقت في عبوات جديده. ويعني الباكجينج انا خلاص اتكلمت عنه، مش هتكلم عنه تاني. تعالوا بس اقول لكم على السان سكرينز. 2 سان سكرينز، واحد للدراي سكين بيرطب وبيحمي طبعا من اشعه الشمس، وده الدراي تاتش بتاعهم البشرات الدهنيه والمختلطه. يعني انا لسه ما جربتهمش، بس انا عايزه اقول لكم ان انا هيرمز دول انا متابعاهم من ايام ما كان عندهم كذا برودكت لحد دلوقتي ما شاء الله. بيقعدوا يا جماعه يجربوا في الحاجه سنين حرفيا عقبال ما يطلعوها. فانا I'm super excited ان انا اجرب الاتنين دول واقول لكم رايي فيهم، لان انا زي ما انتم عارفين، اللي متابعني من زمان عارف وجهه نظري ان محدش هيتعب في باكجينج غير واللي جوه يستاهل. ف check them out يا جماعه، شوفوا منتجاتهم خطيره، وان شاء الله هجرب لكم الاتنين دول واقول لكم رايي قريب جدا.